لو مهتمين بمجال الكلاود ومش عارفين تبتدوا منين، فالنهارده حابب اتكلم معاكم عن الرود ماب بتاعت الكلاود انجينير اللي مبنيه على خبرتي البسيطه في مجال الكلاود. فحاولوا تركزوا معايا واحده واحده، ما تفوتوش ولا ثانيه، لان كل لحظه في الفيديو ده مليانه نصايح وفرص مش هتلاقيها في اي حته تانيه. بحسب التقارير من المتوقع ان مجال الكلاود كومبيوتنج يوصل لاستثمارات بمبلغ يقدر ل 832 مليون دولار بحلول سنة 2025، وإن الوظائف المتعلقة بالكلاود بتزيد بمعدل 30% كل سنة. وده يخلي الكلاود انجينير أو الوظائف المتعلقة بالكلاود عموما واحدة من أسرع الوظائف نموا في مجال الاي تي. فالفيديو بتاعنا هيتقسم كالآتي: هنتكلم أول حاجة عن إيه المهارات والأدوات اللي مطلوبة علشان تبقوا كلاود انجينير، وبعدين هنتكلم عن إيه هي الشهادات اللي مطلوبة، وهل لازم يكون في خلفية دراسية معينة ولا لأ. بعد كده هنتكلم عن ايه هي الفرص المتاحة لينا لما نبقى كلاود انجينير. ففنجان القهوة اللذيذ والورقة والقلم وتعالى. طيب اول حاجة دلوقتي علشان نبقى كلاود انجينيرز، ايه هي المهارات والادوات اللي احنا محتاجين نعرفها ونتعلمها؟ عشان نبقى كلاود انجينيرز لازم يكون عندنا فهم قوي للمفاهيم الاساسية للكلاود عموما، زي مثلا نعرف انواع الكلاود اللي موجودة زي الانفراستراكشر از ا سيرفيس والبلاتفورم از ا سيرفيس والسيرفيس از ا سيرفيس، وايه الفروقات ما بينهم وبنستخدمهم ازاي وفي ايه. ولازم برضو نعرف ازاي الاركتكتشر او البنية بتاعت الكلاود بتتكون من ايه، والمفاهيم ازاي نقدر نتوسع في الكلاود بتاعنا. بعد ما نكون فهمنا وهضمنا الاساسيات بتاعه الكلاود، نخش على اساسيات البنيه التحتيه او الانفراستراكشر، ومن اهمها النتوركس والسكيورتي والستورج. فلازم نكون فاهمين كويس قوي اساسيات الشبكات، يعني ايه مثلا اي بيز، وايه هي السبنتس، وازاي اقدر اعمل كونفيجريشن لفاير وول، وايه هي اللود بالانسر وايه انواعها، ونفهم النتورك سكيورتي بروتوكولز وايه احسن طريقه اللي استخدم بيها البروتوكولز دي، وازاي اقدر اوظفها في الكلاود بتاعتي عشان اوفر الحمايه الكافيه للمستخدمين والبيانات اللي موجوده على الكلاود. وبعد ما نكون فهمنا الاساسيات اللي فوق دي، نبتدي نقدر نتعلم ونتقن الاوبريتنج سيستمز. فحضراتكم ككلاود انجينيرز لازم تكونوا عارفين عن انظمه التشغيل، علشان دي الاساس اصلا اللي هيقوم عليها البنيه التحتيه للكلاود بتاعتنا. فالاوبريتنج سيستمز هي اللي هتدير الريسورسز بتاعت السيرفرز اللي عندنا، زي النتوركس والستورج والسكيورتي. فلو فهمنا الاوبريتنج سيستمز زي الويندوز واللينكس واليونكس، هيساعدنا ككلاود انجينيرز في تحسين اداره تطبيقات وخدمات بتاعه الكلاود بتاعتنا. وفي كتير من خدمات وادوات الكلاود معتمده على انظمه التشغيل دي، فمعرفتنا بيه هتخلينا نحل مشاكل، او بمعنى ان احنا نعمل ترابل شوتنج ونعمل صيانه او مينتنس للسيرفرز بفعاليه اكتر. ومن امثله الاوبريتنج سيستمز عندنا الويندوز سيرفرز، وعندنا الريد هات انتربرايز لينكس. طب هو معلش سؤال، هو الكلاود دي هتقوم في الهوا؟ هي اصلا الكلاود دي بتقوم على اساس ايه؟ واكيد كتير منكم ممكن يسال الاسئله دي، ودي اسئله منطقيه. وده ينقلنا لبعد كده ان ازاي كلاود انجينير لازم وضروري يكون فاهم كويس جدا عن الفيرتشواليزيشن، عشان الفيرتشواليزيشن هي الاساس اللي بيعتمد عليه الكلاود كومبيوتنج. فالفيرتشواليزيشن بيسمح لنا ان احنا نشغل اكتر من كذا اوبريتنج سيستم وتطبيقات كتير على نفس السيرفر، وده بيساعد في تحسين استغلال الريسورسز بتاعه السيرفرز اللي عندنا. فلازم نفهم ايه هو الفيرتشواليزيشن وايه انواعه، وازاي اقدر اتعامل مع الفيرتشوال ماشينز، وازاي نقدر نتعامل مع الهايبرفايزر. وده هيخلينا قادرين ندير الكلاود بتاعتنا بكفاءة أكبر، ونضمن توفير الخدمات واستمراريتها. وأدوات الفيرتشواليزيشن كتير زي الأوبن شيفت فيرتشواليزيشن والهايبر في والفي ام وير في سفير. طيب أنا عندي أكتر من كذا كلاود، وكل شوية أعمل الأوبريشنز دي بإيدي، ولما عاوز أطور في الكلاود بتاعتي بروح أعمل الكلام ده كله على الكلاودز اللي عندي دي كلها مانوال. فهنا يجي دور ان احنا لازم نكون عارفين اوتوميشن او انفراستراكشر از كود، لان ده هيساعدنا ان احنا نقدر ندير ونوفر انفراستراكشر بشكل موحد، فتقدر نكتب اوتوميشن فايلز بدل ما تعمل مهام دي يدويا. وده يسهل تكرار المهام دي كذا مره على اكتر من كلاود، وهيقلل الاخطاء البشريه اللي ممكن تحصل. عندنا مثلا زي التيرافورم والكلاود فورميشن والكونفيجريشن مانجمنت، عندنا الانسبل. طيب معلش برضو بس سؤال، هو انا هكتب الاوتوميشن فايلز دي ازاي؟ وهنا نيجي للنقطة اللي بعد كده، وهو إن إحنا لازم يكون عندنا معرفة وفهم عن البروجرامينج والسكريبتنج.
عشان دي أدوات أساسية لإدارة وتحسين الكلاود انفراستراكشر بتاعتنا. فالبروجرامينج هيساعدنا في تطوير التطبيقات والخدمات بتاعة الكلاود، والسكريبتنج هيساعدنا إن إحنا نعرف نعمل تكرار للمهام دي. فعندنا هنا أمثلة زي البايثون والباش سكريبتنج أو حتى الباور شيل. ومن الحاجات المهمة لحضراتكم ككلاود انجينير تكونوا فاهمينها وعارفين تتعاملوا معاها هي الكونتينرايزيشن والاوركستريشن زي الدوكرز والكوبرنيتز. طيب انا محتاج اعرف استخدم الحاجات دي ليه؟ فاسيب لكم انتوا بقى الجزئيه دي تجاوبوا عليها في الكومنتس. بعد ما نكون فهمنا وبقينا متمكنين من اللي قلناه ده، ساعتها نقدر نخش نتعلم ونفهم اكتر عن الكلاود بروفايدرز. لان في الاخر والاول احنا ككلاود انجينيرز لازم هنتعامل مع واحد من الكلاود بروفايدرز الموجودين زي اي دبليو اس او ايجر او جوجل او اوبن ستاك او الاوبن شيفت الى اخره، لان دول هيوفروا خدمات الكلاود اللي احنا محتاجينها من الاساس. طيب وبما ان هيبقى فيه مستخدمين وليهم بيانات خاصه بيهم على الكلاود بتاعتنا، فلازم نعرف ازاي هنأمن وهنسكيور اليوزر انفورميشن والداتا دي. ونيجي هنا لنقطه الكلاود سيكيورتي. فعشان نبقى كلاود انجينيرز لازم نبقى فاهمين كويس ونعرف ازاي نقدر نأمن البيانات دي، وازاي نقدر نعمل كونفيجريشن للسكيورتي او البيست براكتسز على الكلاود. وده يتضمن يكون عندنا معرفة بالآتي: الايدنتيتي اند اكسس مانجمنت او الاي ام زي ما بنقول عليه، والانكريبشن، ونعرف عن النتورك سيكيورتي جروبس، ونعرف عن المعايير بتاعه الكومبلاينس. ومن الحاجات المهمة اللي لازم اي كلاود انجينير يكون على دراية بيها ومعرفة بيها وهي المونترنج والترابل شوتينج تولز، او يعرف يعمل الكلام ده عشان نعرف نضمن الاستمرارية واداء التطبيقات والخدمات بتاعه الكلاود بتاعتنا. فالمونيتورنج تولز بتساعدنا بان احنا نتتبع اداء واستخدام الريسورسز بتاعت الكلاود، وكمان بتساعدنا على كشف المشاكل قبل تاثير على المستخدمين. اما الترابل شوتنج مهم لانه بيخلينا نتعامل مع المشاكل بسرعه ونحدد اسبابها ونصلحها. فاستخدام الادوات دي بنقدر نحسن من استجابه الخدمات بتاعت الكلاود ونوفر تجربه افضل للمستخدمين، زي مثلا AWS كلاود واتش والايجر مونيتور. طيب هل لازم يكون عندي خلفية دراسية معينة أو هل في تدريبات أو كورسات معينة أخدها؟ عشان تشتغل في الكلاود مش ضروري يكون عندك درجة أكاديمية معينة. طبعا يستحسن تبقى خريج هندسة كمبيوتر أو حاسبات ومعلومات لأن هيسهل عليكم استيعاب مفاهيم كتير في الأول. إلا إنك أو إنكم تاخدوا الكورسات ده مهم ومطلوب جدا لأن ده هيعزز بشكل كبير مصيركم المهني في الكلاود. وفي كورسات كتير ليها شهادات بتزود من تقل السي في بتاعكم، ومن اهمها ال AWS Certified Solutions Architect والمايكروسوفت Certified Azure Administrator Associate او الجوجل كلاود Certified Professional، واخيرا الريد هات Certified Architect in Cloud. طيب هو ايه المسار المهني في الكلاود؟ يعني هل الكلاود انجينير ده نهاية المطاف ولا في حاجة بعد كده اقدر اوصل لها؟ مجال الكلاود بيقدم فرص مهنية واعدة مع الطلب الكبير على المحترفين. فالمسار المهني للكلاود كالآتي: أول حاجة عندنا الكلاود ادمنستريتور أو الكلاود انجينير، وده أول مستوى، وهنا هيبقى مسؤولين عن إن إحنا ندير ونعمل اوبريشنز للخدمات اللي بتقدمها الكلاود بتاعتنا، ونعمل مونيتورنج وترابل شوتنج للكلاود سيرفيسز. بعد كده نعلى شوية ونبقى كلاود كونسلتنتس، وككونسلتنت هتقدر توفر استشارات لتطبيق الكلاود في المؤسسات وتبتدي تطبق الكلاود انفراستراكشر من الصفر لحد لما تبقى الكلاود كاملة وجاهزة ان يتعمل عليها اي اوبريشنز، وكمان تبتدي تشتغل على تصميم التفصيلي للكلاود. بعد كده يجي مستوى الديف اوبس انجينير، وهنا دي النقطة اللي ممكن تحول فيها من كلاود انجينير لديف اوبس انجينير، ومهامه ممكن تشوفوها في الفيديو ده اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعه هنا او في الديسكربشن. واخر مرحله يجي عندنا الكلاود اركتكت، وهنا الكلاود اركتكت بيبقى شخص ذو خبره كبيره وكمان مهارات عاليه، مش بس على مستوى الكلاود بل على مستوى البلاتفورم والانتربرايز كلها او المنظمه كلها، ويكون عنده حاجه اسمها الهوريزونتال اكسبيرينس، وان يكون عنده قدر من الخبره في اكتر من كذا تكنولوجي، ويكون فاهم كويس في البيست براكتسز في المنظمات. وهنا انتوا بتشتغلوا على تصميم الانفايرمنت ككل، وبتبتدوا تراقبوا وتوجهوا الكلاود كونسلتنتس عشان يطبقوا الانفايرمنت ده زي ما انتوا صممتوها، وتبتدوا تشتغلوا على حلول معقده عشان تسهل وتحل مشاكل المنظمه عشان تقدر توفر الجوده المطلوبه.
بس ملحوظة بسيطة كده، إن أنت مش معنى إنك تبقى cloud engineer أو cloud administrator إنك تعتمد على إنك تذاكر حاجات الcloud بس. معظم الشغلانات بتبقى محتاجة حد hybrid أو حد عارف يعني cloud وعارف networks، أو عارف cloud وعارف security، عارف cloud وعارف database. فما تعتمدش على بس إنك تقول إن أنا هاشتغل cloud engineer أو cloud administrator وتقول بس خلاص أنا كده تمام هاشتغل على طول. يستحسن اللي أنت تبقى فاهم في الhybrid، زي ما بنقول عليها الhybrid knowledge، علشان تعرف توفّر فرصة عمل في الأول. فمع بداية رحلتكم في مجال الكلاود هتتطلب منكم مهارات مختلفة، ودايما بنطور من نفسنا على طول علشان نقدر نوصل للمستوى الاحترافي. في النهاية حابب أقول لكم ما تنسوش تشاركوا الفيديو ده مع زمايلكم وأصحابكم لعل يكون فيه استفادة ليهم. سلام.